فريق ريال مدريد متصدر لا ليغا، ولكن كاينين مشاكل خطيره في غرفه الملابس اللي كتهدد استقرار الفريق. غرفه ملابس فريق ريال مدريد كتعيش واحد الفوضى كبيره، اللاعبين كينتقدوا المدرب ديالهم تشابي الونسو في العلن. كلشي غيبدا في ماتش الكلاسيكو فاش شفنا اللاعب فينيسيوس اللي واخا الفريق تاعو كان رابح ما عجبوش الحال فاش المدرب خرجوا من الماتش، وبدا كينتقد المدرب وهو خارج مع الصف. في مباراه راي فايكانو فينيسيوس فاش شاف التغييرات شدوا كاميرات الملعب كيقول يا ربي بحال ما باغيش يربحوا اليوم. هادشي كيبين ان اللاعب ما راضيش على القرارات ديال المدرب. التقارير كتقول ان بيلينغهام كيتجاهل التعليمات وكيلعب كمهاجم اكثر من لاعب وسط. ولكن علاش هذا الصداع كامل؟ علاش اللاعبين كيديروا هادشي؟ السبب الحقيقي ماشي على التكتيك، ولكن حيت اللاعبين ما عجبتهم السلطه ديال المدرب الونسو. التقارير كتقول ان في عهد انشيلوتي اللاعبين كانوا كيديروا اللي بغاو، كانوا كيمشيو نيشان بعد المباريات يسافروا ويحتفلوا، ولكن منذ تولي تدريب الونسو تدريب الفريق فرض عليهم الانضباط، حصص فيديو مطوله وتدريبات اجباريه. اللاعبين اللي كانوا حاسين براسهم ما كيتقاسوش ما عجبهمش هذا القمع، كيشوفوا بلي تبديلات الونسو غير كبرياء وماشي احترام لهم. الوضع حاليا غير مستقر في ريال مدريد في غرفه الملابس. وانتم شنو بان لكم؟ واش هذا المشكل يقدر يتحل قبل ما يبدا يأثر على نتائج الفريق في وسط الملعب؟